طيب خلصنا كمان من الجزئية الهامة دي. تعالَ ل فاكر كويس جدًا اتكلمت على افتقاد الزمالك للأجنحة المميزين، الشيء المتواجد في الأهلي. الأهلي عنده 5 والّا 6 عدد غريب يعني سبحان الله. الزمالك يفتقد، يعني شوف مصطفى شلبي غيابه أثّر قد إيه، بيضطر إنه يلعب بلاعب زي إبراهيم نضاي جناح في المكان ده، رغم إن إبراهيم نضاي تألقه في سموحة دجلة كان يعتبر أقرب تحت رأس الحربة. مش حتة الجناح عنده بتبعده بتقوّده جدًا، بالذات إن هو كمان لسه مش في مستواه اللي كان عليه في الفرقتين دول. مثلًا على سبيل المثال إبراهيم نضاي عنده يودّي مثلًا شيكابالا في الحتة دي، يودّي مش عارف. لأ، في مشكلة. فدي نقطة اتكلمت عنها، قُلت يا جماعة تخيلوا الزمالك ده سبحان الله، يعني سبحان الله ترك أفضل أجنحة في مصر بمعنى الكلمة. أفضل أجنحة في مصر، طبعًا قبل ظهور يعني أجنحة الأهلي زي عبد القادر و طبعًا بيرسي تاو جابوه من برّه، جاب كمان اللاعب اللي هو المغربي رضا سليم من برّه. الشحات يعني كان وقتها موجود وكل حاجة، بس كان في المقص يعتبر بعد كده العين. في الوقت ده كان الزمالك كان مسيطر على المكان ده، كان واخد نفس اللي عامله الأهلي دلوقتي تخيلوا. حاجة غريبة جدًا. الزمالك كان هو اللي واخد نفس الحظوة والمكانة دي. بمين يا جماعة؟ بمين؟ تخيلوا بمين؟ الكلام ده كان لسه، وعشان كده الاهلي حتى استقدم عمل المستحيل عشان يجيب مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب. اللي عايز اقول كريزه الكوره بمعنى الكلمه. اللاعب اللي فعلا اللاعب ده يا جماعه يعلم اللاعبين دلوقتي، يعلمهم بجد، يعلمهم ازاي اللاعب يكون عايز اقول مثابر، ازاي اللاعب يكون بشوش، ازاي اللاعب يكون ما يفكرش في امور تانية بره الكوره. جات له فتره كان بيفكر في ان انا عايز تحسين عقد وبتاع، حقه كان افضل لاعب في مصر بمعنى الكلمه. افضل لاعب في مصر بمعنى الكلمه، تاثيره كان رهيب على الاهلي. الاهلي وقتها ما كانش السكواد بتاعه زي كده، ما كانش بالقوه دي. اللاعب ده بعد ربنا سبحانه وتعالى كان ليه فضل بنسبه اكتر من 50% في انتصارات الاهلي. وطبعا الناس بتنسى للاسف، دي مصيبه يعني، بس علينا نذكرهم. ادخلوا شوفوا مباريات الاهلي في الفتره دي، من اول ما جه مؤمن زكريا وقبل مؤمن زكريا، وشوفوا الفرق الكبير. شوفوا قد ايه دي لسه بتكلم فيه، عمل حيويه وحركيه ولعب غير نمطي. لعب كده كان مختلف، وازاي كان بيلعب في كل مناطق الجانب الهجومي. لاعب رائع بكل معاني الكلمه، ربنا يشفيه يا رب ويعفي عنه. سبحان الله. وقد ايه الابتسامه دايما طول الوقت على وشه، وما بيخرجش على النص ابدا، ما كانش ليه اي ازمه من اي نوع. تمام. فالمهم يعني الزمالك وقتها كان عنده بقى مين بعد رحيل مؤمن زكريا، واللي كانت يعني عايز اقول كانت ضربه قاسمه بمعنى الكلمه. قام جايب كهربا. فكهربا او كان عنده تقريبا في الوقت ده، ما كانش خايف الذاكره ولا جابه، مش متذكر قوي، بس هو تقريبا يمكن لحق مؤمن زكريا في الزمالك على ما اتذكر او بعده، يعني مهم ممكن يكون جه بعده على طول. كهربا عنده، تخيلوا مين يا جماعه الاسامي اللي هقولها لكم، انتوا اسامي انا مش عارف اقول ايه والله العظيم. كهربا، احمد رفعت، مصطفى فتحي. كهربا، احمد رفعت، مصطفى فتحي، وجالهم اوناجم على ما اتذكر. تقريبا اوناجم لما جه في 19 او 20. ونجم اللي كان نجم يعني جاي حاجه جامده جدا بالمسميات اللي بتتقال يعني من المغرب. واللي طبعا كان ليها سبق خرافي لما قلت انه مش هيفيد قوي، وانه مش بنفس المستوى، مش هيدي بنفس الكيفيه. بس كان حاجه جامده جدا، وكان ملاعب الاهلي في نهائي افريقيا لوحده. هو وبن شرقي في مباراه، وبعد كده غاب بن شرقي، هو لعب لوحده في المباراه الاخرى. انا فاكر كويس جدا مباراه العوده، تقريبا كان يغيب عنها بن شرقي، وهو اللي شال الفريق لوحده. وفي البطولة دي كان هو يعتبر نجم البطولة بعده أشرف بن شرقي على طول. ف دي أمثلة. ما كانش خالد الذاكرة في لاعب آخر هحاول أفتكره. وكان كمان أتذكر عبد الله جمعة كمان كان جاي برضه، جاي الناس كلها بتتلمس فيه إنه هيكون حاجة جامدة جدا. عبد الله جمعة اللاعب اللي هو كان جناح، رجعوه باك شمال معرفش بعد كده. وفي تاني يعني، فتفاجأ حضرتك إن الناس دي بتمشي واحد ورا التاني بطريقة من أعجب الأعاجيب، ومنهم 2 بصدام مع إدارة النادي أو 3 آسف. كهربا الأول اللي لآخر لحظة قال لك أنا ابن النادي، ولو عايزيني أقعد ومش الكلام اللي بيتقال ده. ثم بعده نفس الكلام زي بتكر كده مصطفى اسمه إيه ده، أحمد رفعت. وده بسبب التجميد وعدم اللعب، وما كانش موجود. كنت هقعد اتجنن يا جماعه، ازاي الراجل ده ما يلعبش، ازاي ده ما يكونش موجود، ده حتى ما كانش بيبقى موجود في السكواد اصلا، بيستبعد تماما، حاجه مسخره يعني. ثم بعدهم على طول في الرحيل كانوا الايقونه بمعنى الكلمه في الجانب ده مصطفى فتحي. وفي لاعب زي ما قلت اعتقد اتوقع يمكن في لاعب رابع او حاجه. فانت حضرتك قلت قبل كده، يعني الكلام ده مش جديد، قلته اكتر من مره. الزمالك تخلى عن افضل اجنحه في مصر بيده، لا بيد عمرو زي ما بيقولوا، حاجه مش ممكن يعني.
فتعالى دلوقتي هم، سوري انا اسف في اللفظ لما اقول، لا اقول يعني بينقبوا، كنت اقول لفظ تاني بس بينقبوا على جناح مش لاقيين. يعني يوم ما لقوا مصطفى شلبي تألق شويه، يا اجري بسرعه الحو هاته بسرعه في اسرع وقت ممكن. وده فعلا لانه فعلا لاعب مميز. لكن لو بامانه الله لو بنتكلم، هل هو يضاهي اللاعبين اللي ذكرت اساميهم؟ لا، لا، لا. اقل نسبيا، اقل نسبيا، مش اقل قوي، اقل نسبيا. لكن لا يعني حته تانية مصطفى فتحي، سوري يعني. كهربا لا نقول يعني يعني مصطفى شلبي يعوضه قريب كتير ليه، لكن كهربا يعني شامل اكتر مثلا. تمام. وخبراته اعلى. عقليته موديه في داهيه، وده اللي كان ليه سبق خرافي في الامر ده. تمام. تيجي لاحمد رفعت، برضو يتفوق نسبيا. احمد رفعت حركي اكتر، المهاره عنده اعلى من الكوره. تمام نسبيا. لا مصطفى شلبي انا بقول الفرق بسيط. يعني انا بنتكلم يا جماعه مثلا لو ده سي ده 90%، مصطفى 80. يعني ما قلتش انه داون قوي، لا هو ده اهم لاعب دلوقتي في الزمالك بعد زيزو، وفي اوقات بيبقى الاهم. لكن ارجع اقول طب ما انت كان عندك اللي انت ضامنهم وعارفهم وامكانياتهم رائعه. يعني بقول لكم دي احد برضو. يعني بصوا يا جماعه، احد قدراتي الحمد لله. تعالى كده لما يجي مثلا ايه خلاص موسم بيخلص، او بلاش حتى بيخلص، اقول لك في اثناء الموسم. ما هو دي نقطه برضو عندي الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله. حاجه اسمها تعديل المسار. ازاي تقدر تعدل مسار نادي اثناء الموسم؟ عندي النقطه دي الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله. ازاي اعدل لك مسارك؟ ازاي ان انا اعدل لك امورك، وعايز اقول لك بدون ما تصرف حاجه. ودي نقطه خرافيه. تعالى حضرتك فريق على سبيل المثال مثلا زي الزمالك، اوكي، فجأة اتعمل عليه عقوبة مثلا في وسط الموسم، ممنوع قيد، خلاص مالكش قيد، او قبل يناير. هتيجي حضرتك في يناير تضرب اخماس في اسداس وحس بيس، وتكون انت مثلا يعني مشيت بعض اللاعبين، او في لاعبين جمدتهم، او لاعبين خلاص مش عايزين يكملوا، او لاعبين مش عايزين يجدوا، او ايا كان. طب اعمل ايه يا جماعه واتصرف ازاي؟ اجي ساعتها انقب لك يا فندم في قائمتك انت، في قائمتك الطبيعيه. وعملت الامر ده كتير جدا قبل كده. تعالى ده اشهر وقت واشهر حاله. الفريق اللي خد الدوري موسمين متتاليين، لكن بالتحديد الفريق اللي خد الدوري الموسم الاولاني مع كارتيرون، المظلوم، المظلوم. ودايما ما بقولش على مدرب انه ده مظلوم، وان المدرب ده قدراته مميزه وللاسف ما يكونش ظروف مساعداه الا لما بيتالق بعدها وبيثبت اللي انا بقول الحمد لله. الحمد لله. او انه يرحل من نادي تفاجئ اللي يجي بعده في نفس النادي يخرب الدنيا اكتر. اتحاد جده، نونو سانتو، نونو سانتو. وقلت ان المشكله مش مشكلته خالص. نونو سانتو يجب بقاء عليه ورحيل العناصر سوري في اللفظ الفاسده مثلا، وترك المدرب يكمل. صحيح هو نفسه جه فتره كده وقال لك انا خلاص تعبت، يعني هو ايه يعني، عايز ارجع آه، البيئه اللي انا اتعودت عليها والمكان اللي اتعودت عليه. وده يعني الدوري السعودي يا جماعه، ان يعني كتير قوي هيعملوا كده والايام بينا. رغم ان طبعا ان ملاحظين الدنيا فيها كده ركود، مش زي الاول. ده انا توقعته واكدته كتير جدا. ومفيش بقى حته اللي من نص الموسم كان يقول لك 30 40 لعيب اسم لامع هيموتوا ويروحوا الدوري السعودي. ده ما يبقاش موجود زي الاول خالص، لان خلاص وضحت الامور. يعني كل حرف انا قلته قبل الجميع، وفي حاجات كتير جدا متفرد فيها تماما ما زلت. وقلت لكم والايام بينا، قلت لكم التجربه سنتين والايام بينا. تعالى حضرتك ستيفن فاندن بوراك، برضو اللي خرج من نادي في السؤال مش متذكر نادي ايه، وبعدها اللي مسك. جبت لكم مقارنه بينه وبين اللي مسك بعده، وعرفت لكم ان ستيفن فاندن بوراك مش هو السبب، وانه يعني مدرب جيد بكل المقاييس وجيد جدا كمان، يوصل اوقات كتير. تمام. تعالى للمدير الفني الرائع اللي هو السربي، مش السربي، اسف، الكرواتي، اللي كان ماسك نادي، قعد معاه سنتين او ثلاثه في السعوديه، وعمل فيه طفره عاليه جدا جدا. فيحاء، مش الفيحاء، لا، 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 مش فيحاء. اجيب لكم اسمه، مدير فني ما اعرفش اختفى راح فين. انا رشحته للزمالك، قلت اعمل طفره فظيعه، فظيعه في الزمالك. هحاول اجيب لكم اسمه. قلت اتكلمت عنه قبل كده كتير. بعده جه حد خرب الدنيا وبنفس امكانياتي يا جماعه. انا مش بقول لكم عشان ما حدش يجي يقول ايه اصل الفريق مثلا بقى، لا، لا، ما فيش. اللي حصل الشقلبه اللي حصلت في الدوري السعودي دي ما حصلتش في الانديه دي خالص. يعني كان ممكن اخد لاعب ولا اتنين بس بيعوض الكلام ده. لكن لما جابوا من بره الانديه الكبرى بالتحديد، اللي خدت التملك من الشركه اللي هي القابضه، يعني اللي هي الشركه اللي اشترت الاربع انديه، او يعني خدت ادارتها.
اللي هو طبعا الهلال والنصر واتحاد جده واهلي جده. تمام. ف كان نادي ايه يا ربي، هجيب لكم اسمه، مش ابها، لا لا لا. لان عمل معاه طفره عاليه جدا، ما اعرفش خد معاه سادس وخامس حاجه كده يعني. تمام. لما نيجي ليه مثلا ل حتى كمان لسعد الشابي برضه نفس الامر، كل ما يروح مكان بيعمل فيه طفره كبيره حقيقيه بمعنى الكلمه، وده ياكد مستواه الرائع. هو ممكن يكون قلت لعبت عليه جزئيه انه صدامي مع الاعلام واسلوبه كده، بس ده مش عيب. اما لو نظم الدنيا ونظمت الامور، مدرب مش هيحتاج يكون صدام يا جماعه، ويركز في الملعب فقط. وده قلت فيه افكار رائعه للامر ده. تمام. وغيره عد حدث ولا حرج، عد من هنا لبكره. في الدوري المصري هنا اللي بيتكلموا على الاسماعيلي بيغرق وواقع، وطلع واحد جهبذ يقول لك هنعمل ايه، هنجيب منين، ما هو لو مشي ايهاب جلال، طب ما هو كان في قبله مدرب احسن منه، كان في مدرب افضل منه بمراحل، كان في مدرب مستقر جدا، كان في مدرب ما بيطلبش اي حاجه. على الاقل ايهاب جلال حتى ما بيجي بيطلب لاعبين، جاب احمد الشيخ وجاب لعيبه اخرى، واحمد الشيخ الاكتشاف المدوي الحمد لله، وبيثبت برضه اللي قلته دايما. تمام. لكن ارجع تاني واقول الله، طب ما في اللي كان افضل منه، انت اللي عملت كده في نفسك، انت كاداره اللي عملت كده في نفسك بعقليتك، ما دي برضو احد الامور. فلما حضرتك تيجي تسالني مثلا في امر زي ده، دلوقتي عندنا مدرب وعايزين نجيب مدرب، ايه رايك؟ اول حاجه على طول هقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت بتهرج. لا طبعا، حمزه جمل لا يمكن انه يرحل، حمزه جمل هو اللي يبني مشروعك بمعنى الكلمه، حمزه جمل هو اللي يكمل النواقص الكتير. حمزه جمل هو الانسب بكل معاني الكلمه، ده مش اثبتها مره، ده اثبتها مرتين ومش فاكر ولا ثلاثه كمان. انت عايز ايه اكتر من كده؟ سبحان الله. ده الانديه بتنقب على مدير فني يناسبها دي مش معناها يناسبها يعني يناسب البادجت بس، لا لا، يناسبها يعني فكره، اسلوبه، طريقته، امكانياته، قدراته. ده انت لقيت كل حاجه في المدرب ده. ومدرب مظلوم يا جماعه، يستحق الافضل بكل معاني الكلمه، زي احمد كشري اللي دايما بيجيش غير مع الانديه اللي واقعه وفي وسط موسم. الله يكون في عونه والله. تمام. يعني زي ما بقول، لا يعني امر غريب جدا. عندك كمان البتروجيت طلع بمدير فني، اتكلمت عنه قبل كده، وامكانياته وقدراته، اعتقد اللي هو السيد عيد. الحمد لله انصفني برضو ربنا سبحانه وتعالى في كلامي عن المدربين وعن تقييمي وتوقعاتي، وغيره طبعا. ده انا بتكلم يعني اللي انا حاجات بسيطه جدا لا تذكر. فبكل بساطه حضرتك لما تيجي تكلمني وتقول لي يعني ايه تعديل مسار، دي مهمه جدا جدا، زي ما قلت اني بوفر عليك مبالغ طائله، بخليك ازاي تستفيد من الموجود بعقليتي الحمد لله، وطبيعتي وشخصيتي واسلوبي في المجال ده. بكل بساطه اقول لك تعالى حضرتك، ده في وقت قياسي، انا بقول لك هتديني يوم واحد فقط 24 ساعه، هجيب لك كل حاجه. تعالى حتى لو فريق انا مش متابعه بالشكل الكافي، على فكره، لو الفريق مش متابعه نهائيا او اول يعني ما اعرفش عنه اي شيء، تديني فقط 3 ايام بكتير جدا. 3 ايام تعالى حضرتك، ايه ده، ايه اللي انت عامله ده، انت عندك ده مش مستفيد بيه ليه؟ ده هيكون مميز جدا، ده ما يخرجش، ده لعبه اكتر، ده اديله اكتر، ده لعبه في غير لعبه في مكانه الصحيح، ده حطه في كذا. اقل تقدير واثق اني قادر، ده بتكلم من الناحيه الفنيه، خلي بالكوا انا كل ده بتكلم فنيا فقط، ما جيتش للبادجت، ما جيتش للاداره، اسلوب اداره، ما جيتش لامور تانية كتير في تصحيح المسار. تمام. وتصحيح المسار ده معناه ايه؟ ان انت توصل نتائج افضل مراحل من اللي انت عاملها. اوكي. ومردود كمان، نتائج ومردود. فاجي اقول لحضرتك ايه اللي انت عامله ده، انت كده مش، طب ما انت بتقول انا بعاني وعايز او مثلا خزانتي فاضيه، ممكن يكون مش عندك مشاكل في القيد، لكن خزانتي فاضيه، هجيب منين؟ او حاجه تانية اخرى، دلوقتي انا مضطر ابيع، عايز اصرف، اعمل ايه؟ مين اللاعب اللي اختاره ان انا ابيعه؟ هقول لك تعالى لي. لا ده ممكن يمشي مش هيكون مؤثر للدرجه، ده ممكن يمشي مش هيكون مؤثر للدرجه. فاكرين يا جماعه؟ اديكم مثل ساطع على النقطه دي. ساطع ايه ده؟ اقول ايه ده؟ فناره، والله العظيم فناره. الاسماعيلي اللي الدنيا كلها عماله تقول لك بقاله 6 سنين و7 سنين و8 سنين، ومحدش ادى حل واحد يوحد ربنا. ولما جم عملوا حل جهابزه، طلع قال لك لازم يجي رجل اعمال يشيل النادي. ادي الحل، ادي الحل. انا مش هتكلم رغم اني اتكلمت قبل كده وقلت على الحل ده مش حل اصلا، ده قنبله موقوته. وطلعت قلت ان الاجراء ده في حد ذاته كارثي. لكن اوكي تمام.
ف ده فرق كبير في العقليات الحمد لله يا جماعه والقدرات، احمد ربنا واشكر فضله. اسماعيلي ادخلوا على حلقاته المتعدده والكتير جدا، وادخلوا على الحلقات اللي عملتها في الاميزنج ميديا في الاخطبوط عن فتره المهندس ابراهيم عثمان القاطعه والساطعه، لان هو طبعا الفتره اللي يعني ما فيش غيرها، اللي كان فيه رجل اعمال يعني الدنيا كلها كانت ما عدا انا يعني. وبعدين في الاول عشان اكون منصف، لكن بعد كده من البدايه لا يعني استبقت الجميع طبعا بسنين، وقلت واكدت على الهفوات والمشاكل والمتاعب، وان ما فيش حاجه هتتغير، وان يجب الاداره تمشي 1 2 3 4 بالطريقه الفلانيه او تمشي مع السلامه. الكلام ده قلته من سنين طويله، ومن اكتر الاسباب اللي وصلت الاسماعيلي لده كانت فتره اداره المهندس ابراهيم عثمان. تمام. اللي كانت في على ما اتذكر 2016 حاجه كده، 17 حاجه كده يعني، وخدت لها كذا سنه، وبعد كده بدات التخبطات الكبيره جدا اللي حاصله دلوقتي. تمام. هقول لكم حاجه بقى بسيطه في الامر ده، في الملف ده بالتحديد او في الجزئيه دي يا فندم. ازاي حضرتك تقدر ان انت لما تبيع تستفيد اكبر استفاده في وقت ما؟ في الوقت ده لو فاكرين او ان كنتوا فاكرين باش، لو كان في 5 6 لاعبين في السكواد الاسماعيلي، وكان وقتها بيراميدز طلع جديد. الكلام ده كان في 2019 على ما اتذكر، كان في وجود برضه المهندس ابراهيم عثمان، كانت الازمه يعني طاحنه. ووقتها بيراميدز كان فاتح مغاره علي بابا وبيشتري لاعبين باتمان، وكان ساعتها الدنيا كلها مقلوبه وكله بينتقد، وكلمت في الامر ده كتير جدا. وكانت بدايه خراب الاسعار والميركاتو العجيب. وقلت وقتها ان السبب الرئيسي بيراميدز، وان ده عشان 1 2 3 4، والامر ده يستمر وهيبقى خلاص ده تيمه لفتره لسنين على ما يبدا تنضبط الاسعار الى حد ما، بعد كده مسافه طويله، وان ده بدايه خراب الاسعار. كل الكلام ده كل ده اتكلمت فيه الحمد لله، وطبعا سبقت الجميع وتفردت كمان زي ما كنت تفردت في كل شيء يخص بيراميدز لحد اللحظه دي. يعني اكفي ان انا اقول توقعت كام مره انه مش هياخد بطوله في ظل المنظومه الحاليه والاداره الحاليه. كام مره يا جماعه، حتى مع اقل البطولات، الكونفدراليه تعبانه 2 3 متتاليه، وكاس الرابطه 2 متتاليه مش عارف 3 برضه، وتوقعت كل ده. والان انا بديكوا اقل البطولات، ما قلتش دوري وكاس، حتى كاس كمان على قده قوي. والحمد لله احمد ربنا اشكر فضل ربنا نصفني زي دوري ابطال اوروبا. باريس سان جيرمان عمل ريمونتادا خرافيه، بس الريمونتادا دي عملها على تشافي، ما عملهاش على برشلونه. برشلونه لو معاه اي مدرب اخر ما تتعملش. ادي رقم 1. رقم 2، هو النجم اللي الريمونتادا دي كان كيليان مبابي؟ لا. هتلاحظ ان لا، الفريق بقى جماعي اكتر. بيتبني على كيليان مبابي ومش عارف ايه، ممكن اقول، لكن الفريق بقى جماعي اكتر، وده اللي انا قلته لا واتكلمت فيه ونبحت صوتي كتير جدا. يا جماعه الفريق لازم يبقى جماعي. انسوا حكايه اخرجوا من عباءه ميسي وكيليان مبابي ونيمار، انتهى الموضوع. فواحد ورا التاني اهو. وراهنكم اتحدى بعد رحيل كيليان مبابي الموسم ده، زي ما توقعت برضو كان ليها سبق خرافي من سنين، ولريال مدريد بالتحديد، بعد رحيل كيليان مبابي الموسم ده هتشوفوا باريس سان جيرمان اخر. حتى لو مع انريكي زي ما هو، على فكره انريكي مش وحش على فكره ابدا ابدا، بس مش الفاز، مش الاي 1، لكن هتشوفوا باريس سان جيرمان تاني، والايام بينا. تمام. وهنا اقدر اقول لكم يقدر يفوز بدوري الابطال، بس حسب لسه ما اشوف التدعيمات الجايه هتبقى ازاي، وهل نفس الاخطاء تتكرر تاني ولا لا. مع زي ما قلت جانب مهم جدا 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 يتوازى مع رحيل كيليان مبابي والخروج من عباءته تماما، او الخروج من عباءه ما يسمى جلاكتيكوس او نجم اوحد او الكلام الفاضي ده. اهم نقطه كمان موازيه رحيل اداره النادي الحاليه، وعلى راسها الخليفي. عقليته بالذات انه بيتغلغل ومتوغل في الميركاتو والسكواد بتاع الفريق، عقليته دمار بكل معاني الكلمه. كل ما الفريق يتقدم خطوات يرجعوا خطوات اكتر بكتير جدا بعقليته واسلوبه. نفس اللي بيجي في بيراميدز بالذات، مع طبعا الفرق الشاسع يعني في ان كمان دول يعني دول حدث ولا حرج، يفتقدوا كل حاجه. على الاقل شويه عنده بعض الخبرات الخليفي، لكن دول مفيش خالص كلهم. معرفش يعني رئيس ملك النادي فين من القصص دي كلها. عملت له رسالتين يا فندم، انا هبقى ان شاء الله انزلهم على عندي عشان يبقوا مرجع ويبقوا اثبات خرافي، وانزلهم بتواريخهم موجودين عندي، وان شاء الله ينزلوا في الفتره القادمه باذن الله. رسالتين وجهتهم للاستاذ سالم الشمسي، مش فاكر 2 أو 3، على فترات خلال الشهرين 3 اللي فاتوا،
انا يعني ده انا ناقص ان انا مش بناشده، ده انا بتحايل عليه: يا استاذ سالم تعالى شوف فريقك، يا استاذ سالم شوف اللي انت اليغمه اللي حاصله في الاداره، يا استاذ سالم تعالى شوف الخراب اللي حاصل، يا استاذ سالم استعين بالكفاءات، يا استاذ سالم انا مستعد ان انا افيدك، مش اشتغل عندك، انا مش بشتغلش عند نادي ولا اي منشاه مهما كانت نهائيا. تمام، الا فقط في الكره المصريه لفتره محدوده، الكلام ده كررته كتير جدا قبل كده. انا مستعد لفتره محدوده، لكن بشرط بالتوازي مدى امارس شغلي الطبيعي مع جميع الانديه وجميع يعني ممكن لاعبين او مدربين او غيره، سواء في مصر او بره مصر. حد يقول لي مش هتبقى متفرغ؟ يا عم انت ليك المردود، يا عم انت ليك ان انا تشوفني بطلع المردود الامثل وامثل الامثل واحسن 1000 مره من الموجود حاليا، وهتشوف النتيجه في الاخر. بس. وعملت حلقه كامله في الامر ده على فكره، انا متذكر حلقة كاملة بوضح فيه مدى قدراتي وإمكانياتي، الحمد لله اللي أثبتت طول 9 سنين كاملة، واللي عدت الآخرين بآلاف السنوات الضوئية زي ما بيقولوا، سواء في مصر أو بره مصر، وكيفية الاستفادة من حد زيي مثلا، أو حد عنده قدرات زي قدراتي مثلا، أو إمكانياتي الحمد لله اللي أثبتت تماما. إزاي يتم الاستفادة المثلى والأفضل والأصح والأكمل والأفضل، وإزاي إن أنا أيضا إن أنا أفيد الآخرين حتى وأنا في مكان زي كده. تمام. والاليات، اليات العمل تكون ازاي، كل حاجه الحمد لله. طيب آه... لا مش كده وبس، وتعهدت كمان في فتره زمنيه قد ايه ان انا اوصل لكم الكره المصريه دي وضع تاني خالص، لمكانه تانيه خالص، في ظل كله بيضرب اخماس في اسداس، كله مش عارف يعمل ايه، الامور بتنحدر من سيء لاسوء، بطوله مش عارفين يديروها. ابسط مثال، بطوله اللي هي المفروض بطوله الواجهه، بطوله الدوري، مش عارفين يديروها. بطولات اخرى عرجاء ما كانتش ميته. تمام. تدني في كل المستويات بمعنى الكلمة. ف... طيب نيجي ليه يعني انا بحاول، يعني معلش يعني سوري، يعني زي ما بيقولوا شيء بالشيء يذكر، امور لازم بتطرق ليها لاني باجي لها، وكلها في صميم الامر يا جماعه، كلها في صميم الامر. وخلوا بالكم انا برضو اتسالت في الامر ده، بس انا هبقى اخليها في مقطع لوحده. ليه انا في الحلقات بكون مثلا يعني بكون تايتل الحلقة بتكلم عن أمر محدد، وتلاقيني بتشعب لأمور أخرى في صميم الرياضة وكرة القدم بالذات، وداخل الأمر كمان ممكن، لكن ده ليه أهمية كبيرة جدا جدا. أول حاجة لأنه الأمر بيجي في ذهني فجأة، ما بيكونش مترتب خالص خالص نهائيا. أنا بتكلم، قلت لكم أنا بتكلم بدون أبدا أي إعداد ورقي ولا سكريبت مكتوب نهائيا، فقط بستخدم أي شيء في أوراق أو سكريبتات فقط، أو إعداد معنى صح، مش عايز أقول سكريبتات، إعداد فقط لما اكون بتكلم عن ارقام وانا مجهز لها من البدايه، او احصائيات، او مثلا قائمه نادي فخايف اغلط مثلا، او انسى لاعب او اتنين او غيره. ممكن فقط ده اللي بستعين بيه فقط لا غير. لكن او اللي هي حاجات وسائل مساعده يعني. لكن لما اكون بتكلم في امور خاصه بتقييم تحليل توقع، او امور فيها رؤيه، ما بحبش كلمه راي، رؤيه، بتكلم باسهاب، بتكلم بشكل من داخلي فقط. ما بحبش كلمه ارتجال، ارتجال دي معناها شيء عشوائي، شيء انت بتعمله كده سمك لبن تمر هندي. لا انا ما بحبش كلمه ارتجال، انا بحب كلمه من داخلي. من داخلي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك زي نهر متدفق كده. يعني حتى اقسم بالله الالفاظ والتراكيب ما ببقاش محضرها، ببقى وانا بتكلم كده بلاقي سبحان الله ربنا بيسهل الامر. ربنا يعني الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله، زي ما هو مديني نعم لا تعد ولا تحصى في مساله الحمد لله القدرات والامكانيات، واللي اثبتت تماما الحمد لله. فكمان الحمد لله بيديني حته ان الامور بتبقى يعني بسيطه كده، بلاقي الكلام بيجي لوحده الحمد لله. اوكي. برضو لان الحمد لله اقدر اقول في اخلاص بمعنى الكلمه، فربنا بيدي المجتهد واللي بيخلص بمعنى الكلمه. انا بحب كلمه الاخلاص اكتر من يعني من الاجتهاد. الاجتهاد ناس كتير بتحاول تقول لك انا مجتهد، هو الاجتهاد ايه؟ ليه ايه معاييره؟ يعني واحد يفبرك خبر يقول لك انا بجتهد، واحد يفتكس شيء يقول لك انا بجتهد، واحد يزود عليه حاجه يقول لك انا بجتهد. لا، الاخلاص يا فندم هو رقم واحد. طيب فده النقطة بس مهمة. فيعني الأمر الآخر المهم جدا إني أنا في الحلقة الحاجات دي هتتقطع بعد كده، الحاجات دي هتبقى مرجع. فأنا طبعا ما أقدرش أقول إيه، ساعات كنت أقول إيه مثلا في أول ما بدأت، كنت أقول والله ده أنا جه في بالي نقطة مهمة جدا، فبدل ما أتكلم عنها في الحلقة ويبقى الحلقة أخرج عن سياق الحلقة مثلا عشان ما أعملش تشتت للي بيستمع، ولو إن الأمر ده مهم جدا، فاقول مثلا هتكلم في حلقه تانية، اجي انسى الموضوع،
مع تكالب احداث وامور، او الاقي الموضوع ما بيتعملش في وقته حتى لو هعمل جمله كده، جمله مثلا لا الامر مش بيتعمل في وقته، لا او مش بيتعمل في الشكل اللي هو يعني في سخونته زي ما بيقولوا، ولو ان الامر بالنسبه لي الحمد لله مش مهم، لان انا مثلا لما قلت بيراميدز مش هياخد بطوله اتحدى وسكت على كده، ما عملتش ده مثلا لفتره سنه كامله، خلاص هو دي كلمتي اللي بقت مرجع. انا ما دام ما عدلتش التصريح ده او الرؤيه دي، يبقى هي دي ساريه، خلاص تفضل ساريه لحد ما اعدلها. تمام. نفس الامر لو الايام دي الدوري الانجليزي يا جماعه، الدوري الانجليزي كنت عملت تقييم انا فاكر في احد الحلقات، لان طبعا ما طلعتش للاسف في تقييم وتحليل الدوريات الموسم ده الا في حاجات بسيطه يعني، بس عملت حاجات صغيره في بدايه الموسم، وقلت انتظروا السيتي بطل المسابقه برضه. مش حبا في السيتي، على فكره انا اكتر حد بنتقد جوارديولا عن ادله واثباتات والايام بتثبت، واكتر حد بنتقد سياسه السيتي طبعا، والاتحاد الاوروبي طبعا يعني بدأ يعني، بس الدنيا بطيئة جدا. السيتي وباريس سان جيرمان وغيرهم من الأندية اللي بتغرف وبتقوم على الجانب الاقتصادي من رجال الأعمال وكلام من ده، ماشي. لكن وحتى ريال كمان وفلورنتينو بيريز، ولو ان العملية يعني ماشية، ونفس الأمر بالنسبة لابورتا في برشلونة وغيره وغيره. لكن المهم فطلعت قلت ايه، قلت السيتي في عز ما كان السيتي بعيد، قررت الأمر تاني، فاكر كويس جدا. قلت السيتي هيفوز رغم انه كان بعيد، وكان ساعتها ليفربول ارسنال، والسيتي يعني ما حتى في المستوى ما كانش، والهداف الاول بتاعه، وبرضه احد توقعاتي الخرافيه لما قلت هيتراجع مستواه وهيتراجع مستواه التهديفي، وانتظروا الكلام ده اكتر في الموسم الثاني بالملي لبيكر، الحمد لله. وانه لاعب مش متكامل وهكذا، طبعا مش الافضل، مش المهاجم الافضل ابدا في العالم، في افضل منه، ولاعب مغرور على فكره. المهم وقلت انه السيتي، وكررت الامر بعدها، وقلت ليفربول وارسنال هيتراجعوا بسبب ايه يا فندم؟ ليفربول لظروف، قلت 1 2 3 4 حاجات معينه، وارسنال اهم حاجه قلت ارتيتا، الافه، الافه بمعنى الكلمه. حتى اتكلمت عن بوكوتينو او بوشيتينو اللي راح توتنهام في ظل سكواد من الافضل في تاريخ توتنهام. توتنهام اللي ما كانش، بصوا يا جماعه، ما كانش تلاقي عنده 2 3 لاعبين يعني يحدثوا الفرق اوروبيا، طبعا بنتكلم على المستوى الاوروبي على بعض. دلوقتي لا، سكواد قوي، سكواد يضاهي ممكن جدا، ممكن مش ما يوصلش السيتي قوي، لكن يضاهي مش زي الاول. تمام. السنه اللي فاتت نفس الكلام، وتفاجئ حضرتك بوكوتينو اللي هو بوظ التورتايه، بوظ الطبخه اللي كلفها بشويه، جاب شويه رمل عليه. اهو بصوا بوكوتينو عامل ايه في الفريق، وبرضه استمراره. تشيلسي تود بويلي لما قلت سياسته مش خاطئه، دي كارثيه، طلع كلام انه لا خلاص هيتنحى عن رئاسه النادي. هم عاملين نظام ان كل واحد من الملاك يمسك سنتين، لكن في كلام انه هيمشي بعد السنه الاولى، تود بويلي بسبب الخراب اللي عامله. وبص الفريق وصل ايه لدرجه يخسر 5 امبارح. اللي عنده سكواد، على فكره سكواد مش سيء ابدا كاسماء، لكن معاه مدرب حدث ولا حرج، ألف ب، اللي هي أول خطوة، ستيب الأولى، استفادة من القدرات لعيبته، مش قادر يعمل ده. تمام. تعالى للي بعد كده، الاستخراج القدرات الأكبر، ازاي التطوير، ازاي إنه يبني فريق متميز بوحدة واحدة، زي يتم يحطه في بوتقة واحدة، زي كمان يجيب لاعبين من تحت. مفيش، ضايع، ضايع بمعنى الكلمة. كول بالمير يغيب الدنيا تخرب، يتغلب 5 من أرسنال، فريق بص أنا شفت 5 دقايق، لا ده شبح، ده مش فريق. يعني الناس تقول لك الله يرحم ايامك يا مورينيو، رغم ان مورينيو ضايع خالص، لكن شوفوا القمر وصل. المهم فادي مثل، فاهو انا باكد لكم تاني، شوفوا الامور متقاربه جدا، ولسه فاضل حوالي 5 مباريات او 6 مباريات يعني. في 4 لبعض الفرق، وستة أرسنال، 4 لأرسنال وليفربول، ولسه طبعا فايز أرسنال وهو متصدر دلوقتي، وستة للسيتي، والسيتي لو فاز بالاثنين الفرق دول يبقى فرق نقطة على ما أتذكر أو نقطتين. لكن الكلام ده اكدته من قبل كده، ما كان السيتي بعيد فعليا، ما حدش كان يعني، كله كان بيقول لك يعني ما صعب قوي، والايام هي بتثبت كل حرف قلته. رغم وجود مدرب على قده جدا جدا جدا، وبيستفاد، مدرب وصولي جدا بيستفاد من اللي موجود دايما، وما بيظهرش حقيقته الطبيعيه، او هتظهر لو مسك فريق اخر غير فريق القمه اللي بياخدها في كل الدوريات، طبعا بيب جوارديولا.
3 أندية أدارها، كلها فرق قمة بكل معاني الكلمة، كلها فرق مستقرة جدا في وقتها، وقت ما أدار كلها فرق على أعلى مستوى في النواحي المادية. أنت عايز إيه تاني؟ فأدي أمثلة يا جماعة. فالكلام ده بيبقى مرجع، الحمد لله أحمد ربنا شكر له، إثبات سبق وإثبات تفرد وإثبات قدرات وإثبات إمكانيات وإثبات حقوق. الحمد لله. يعني مثل بسيط، وحد زي كابتن رضا عبد العال قلب الدنيا في الفضائيات، قلب الدنيا، اقصد يعني انه هنا وهنا 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 وهنا، وعقود اعلانيه مش عارف عامله ازاي، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ انه سبق الاخرين في موضوع كاس العالم. هو نفسه اللي قاله، اكد كاس العالم مصر هتبقى حصلت المجموعه ورهان مش عارف ايه، الكلام ده في 2018. فشيء انا سبقته قبلها بشهور كامله وقلته بشكل افضل واكمل واجود واحسن، وكمان كان ادق، وانا ما خدتش حاجه خالص. ده انا بتكلم في دي بس. انا عامل تحديات لكابتن رضا عبد العال في عشرات الامور. كل حاجه قالها كابتن رضا عبد العال سبقته فيها الحمد لله، وبرضه بنفس الكيفيه، اجود واحسن واكمل وافضل وادق وكل حاجه. طب اعمل ايه يعني؟ وهو بص بقى في، على سبيل المثال من ناحيه الشهره يعني. وانا على فكره يعني كنت عملت حلقه ضد المقدمه اللي بيعملها اسلام صادق، المقدمه العجيبه دي، محلل مش عارف ايه الجامد الرهيب، تمام. لكن حاليا انا لا، مش هتكلم لان هو بيقول الصح. انا دي حقيقه، انا انسان منصف جدا الحمد لله، وتعودت اكون فير جدا. لا، انا مش هعمل اي شيء ضد او مش هعمل اي اجراء ضد المقدمه الحاليه. ليه؟ لانه بيقول لك المحلل الاشهر، المحلل الاشهر. فده يكفيني، لا اقول لك اوكي انا موافقك، لان انا نفسي قلت كده، قلت في فرق كبير بين الاشهر والاجود والافضل والأدق والأحسن. المسميات دي كلها أحمد ربنا وأشكر فضله، وغيرها العبد لله، مش أنا اللي بقول. المحتوى التحديات اللي أنا عملتها مع كابتن رضا عبد العال لحد دلوقتي ما ردش عليا، وأنا يعني جاهز بمعنى الكلمة، تمام. شغلي اللي بيقول وأعمالي وإمكانياتي وقدراتي والحاجات الموثقة، وتعالى نقارن بكل بساطة، تمام. وبالتحديد في الحاجات اللي شهرته ووصلته، أو زالت بتشهره وتوصل. فالحمد لله يعني اشهر، لان انا مش لاقي حظوتي، مش لاقي مكانتي، مش لاقي اللي ينتشلني، مش لاقي اللي يطلعني، مش لاقي للاسف. وما انا ما اكذبش عليكم يعني، ما بدورش بالشكل الكافي، بحاول، لكن لاني زاهد عن الحته دي. بس انا هدفي الوحيد ان كل واحد ياخد حقه الطبيعي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما يبقاش مش الافضل ومش الاجود، مش عايز اقول الاسوأ، لا مش افضل ومش الاجود هو اللي في مكانة الافضل والاجود. ده ظلم، وهيدي تيمة معينة بعد كده للناشئ اللي طالع، اللي ممكن جدا يبقى عنده ابداع وقدرات وامكانيات، يقول لك يا عم انا مهما عملت هوصل فين؟ هقعد 9 سنين زي حالاتي وما اخدش مكانتي، ولا اخد اللي يستحقه، حتى على الجانب الادبي، بلاش المادي، حتى الجانب الادبي والمعنوي. فيعني فشيء غريب يعني آه، ابسط مثال، ينزل الفيديو من هنا نص ساعة ساعة، ده على البتاع ده اللي اسمه اليوتيوب، نص ساعة ساعة، 50,000 و100,000. أنا أنزل الفيديو بتاعي ممكن أقعد 10 سنين ولا أقعد سنة كاملة يجيلي 50 واحد ولا 100 واحد، ومش ما عنديش مشكلة، لأن المكان نفسه يا جماعة، المكان نفسه أنا مش باقي عليه ولا باكي عليه. المكان نفسه لما يبقى مكان أصلا في الأساس مكان راقي محترم هادف صحيح مظبوط، يملك أو عنده الأدوات الصحيحة، مش مليء بالسلبيات والكوارث، ساعتها هبقى متضايق ومخنوق والكلام ده كله. لكن المكان نفسه للأسف مفيش غيره يعني، مفيش غيره، يا ريت في غيره. هو في غيره طبعا، وفي غيره برضه الحمد لله، عبد الله اللي عامله، وحاجة أفضل ألف مرة، ومن 3 4 سنين جاهزين، أو جاهز جاهزة الأمر. بس طبعا الجوانب المادية وبرضه ما ساعدش، ما اكذبش عليكم، بس عارف أصلا، عارف الردود هتجيلي إيه، لأن كله بيخاف، كله عايز حاجة جاهزة، كله عايز حاجة اللي هي المسمعة المفرقعة المطرقعة، بقى يعني بقول الألفاظ بتاعت الناس العادية يعني، ولو إني ضدها، لكن كله عايز كده. فأنا هتعب دماغي ليه وأوجع دماغي ليه؟ أنا بتمنى إن أنا أعمل ده بفلوسي، أعمل ده بإمكانياتي المادية، وتظهر بقى صح على حقيقتها بعد كده، وتعرفوا قيمة العبد لله وقيمة قدراته، اللي الحمد لله مش بعملها لنفسي، قبل أي حاجة بعملها للجميع، مش بعملها للترويج، بعملها عشان إفادة بمعنى الكلمة، والاستفادة الكاملة، وتوضيح الفرق الخرافي ما بينها وما بين اللي زيها. ده لو بعمل حاجة موجودة فعليا، بس طبعا مطورة وأفضل 1000 مرة. ده لو حاجة فيها تطوير، مش
ابتكار او فكره مختلفه او غيره. ولو ان التطوير اوقات كتير بيبقى حاجه رائعه، لان في حاجه موجوده فعليه لكن مليئه بالسلبيات، مليئه بالمشاكل، وما بيحاولوش يحلوا او يعدلوا الامر ده. فادي مثل يعني. فالنقطه دي مهمه يا جماعه، ان انا بعمل تقطيع بعد كده، لاني خلاص الامر ده ما دام جه في بالي قلته. الحمد لله الامور بتمشي بطلاقه زي ما قلت، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل الامر تماما. طبعا مع الحمد لله وجود القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها، فبقدر ان انا بطلع الشيء. فليه ما اعملوش دلوقتي؟ ليه ما اقولوش دلوقتي؟ لان كده كده انا يعني الناس مش هتمل قوي للدرجه اللي بيتابعني مش 500 الف يعني. بعد كده باذن الله، باذن الله هدفي ان انا بعد تقطيع الحلقات، يعني مثلا انزل مثلا الجزء البسيط ده لوحده في حلقه لمده 10 دقائق 15 دقيقه، يا عز الطلب بالنسبه للمتابع، متابعي ما يسمى السوشيال ميديا، اللي انا ضدها تماما طبعا، او ضدها بشكلها الحالي. انا مش ضد ابدا الاعلام يجي بالطريقه السلسه المبسطه السهله اللي بتيجي دلوقتي، لكن مشكلتها انها بتيجي سم في العسل، سم في العسل. لان طبعا الاعلام ده يقدر يوصل لاي حد حتى طفل صغير. فدايما سوري انا اسف يعني تم استغلاله بطريقه من اقذر ما يمكن ومن اسوأ ما يمكن. تمام. وباكتر طرق المؤامرات بمعنى الكلمه، في كده وفي كده وفي كده من اللي بيعملوا الامر ده او قائمين عليه. واعتقد ناس كتير فاهمه اللي انا بقوله. فعشان كده قلت احنا محتاجين جدا 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 منصه بديله تكون افضل الف مره. مش بديله وبس، لا، وافضل الف مره. وموجوده، موجوده. طيب بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. فزي ما بقول تقطيع الحلقات ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا عدد مهول عندي، وطبعا محتاج يعني بشر يساعدوه في الامر ده، ولازم يبقوا مؤهلين. بس هيجي يوم باذن الله واعمل ده باذن واحد احد ان شاء الله. هتشوفوا بنفسكم يا جماعه، هتشوفوا بنفسكم لما انزل كل مثلا مقطع ده، او مقطع ده بيتكلم عن كذا وانزله. ياه، ده اتكلم في ده، شوفوا من امتى يا جماعه، ده اتكلم في ده، شوفوا سبق الجميع فعلا. لا ده فعلا ادي اثبات كامل بياكد. انا بتحداك مثلا يا كابتن فلان ولا يا استاذ علان ان انا مثلا الافضل في النقطه دي. طب فين يا عم دليلك؟ البيان على من ادعى. خلاص جميل جدا، يلا تعالى حضرتك اهو، بص انا قلت ده اهو في حلقتي بتاريخ كذا، في كذا، في. تمام. حتى لو كانت الحلقه اصلا بتتكلم عن امر ما مختلف، لكن كل ده احنا في بوتقه الرياضه وبوتقه كره القدم. وحتى ما كناش في الرياضه وكره القدم بس، انا سبقت وقلته او تفردت فيه. تمام. فادي نقطه مهمه جدا. فعشان كده بقول له انا دلوقتي خلاص بقيت ان انا الشيء اللي بيجي على دماغي ويكون واثق ومتاكد انه هيبقى مرجع ويبقى مهم للغايه، تحليل او توقع او تقييم او رؤيه او ايا كان، على طول بقولها. تمام. فيعني استحملوني معلش، بس طبعا كل ده حتى الحمد لله بيكون شيء متفرد تماما وبيبان اهميته الكبيره جدا بعد كده. انهي الجزء ده، معلش انا اول ما بعدي الساعه كده بقول كفايه قوي. انهي الجزء ده واكمل ان شاء الله في الجزء القادم. وانا عارف الحلقه دي طولت، وانا اقسمها حلقات برضو، هتكون في شكل حلقات عشان تبقى يعني ما تبقاش جوه بوتقة حلقة واحدة. لكن ابقى يعني خلاص بقى اللي هو ايه، برضو مرجع كامل الحمد لله لكل ما يخص اهلي وزمالك. زي ما قلت فيلم، مش المباراة دي بس، المباراة دي واللي فاتت، ومدى صدق توقعاتي الحمد لله وتحققها الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. وازاي سبقت الجميع تماما في الامر ده، وازاي تفوقت على الجميع في الامر ده، وكمان تفردت في امور كتير جدا. نيجي للجزء القادم باذن الله، وابدا اتكلم عن الاهلي، بس هكمل بس في الزمالك حاجات بسيطه، وندخل على الاهلي ان شاء الله باذن الله، وازاي تحقق كل اللي انا قلته في حلقه ما قبل مباراه السوبر عن الاهلي في الجزء القادم باذن الله، زي ما اتكلمت في الجزء الحالي عن الزمالك.